انت شفت اكيد اني عملت فيديو اللاينات ليكويد كتير مؤخرا على اليوتيوب، وهي السلسله دي لسه ما خلصتش ومكملين فيها، لكن اللاين اللي جاي كان لازم اعمل الفيديو ده لوحده مخصوص لانه مميز جدا. وانا هنا مش بكلمك من برسبكتيف او منظور الفليفر بقى ورايي فيه، مش هنا، مش الفيديو ده خالص. بتكلم من منظور اهم من كل ده، نتفق او نختلف على الطعم ده كله شكليات في النهايه، بس انا هنا بكلمك عن نظافه عمليه عمل الليكويد من هايجين وتعقيم معدات وخامات، كانك حرفيا بتعمل دواء في معمل. يعني خلينا نقول انها قريبه نوعا ما من الستاندردز بتاعت بره في عمل الليكويد، اللي في منها دول بتبيع الليكويد والفيب في الصيدليات اصلا، ولان دي البرايورتي بالنسبه لي، فانا يهمني جدا انك تشوف اللاين والفيديو ده. واللاين اللي بتكلم عليه ده هو لاين الاسكا، اللي في الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده هيكون استعراض الفليفرز كامله موجوده على اليوتيوب من منظور بقى فليفر ساعتها. بس اتوقع بقى في الاطعمه ايه وايه اللي ممكن يكون مناسب ليك وايه لا، ووجهه نظر انا في كل فليفر، وكان تعليق تاني مهم همهم ان اسم اللاين ده ظلمه جدا، ده هتفهمه اكتر لما تشوف الفيديو على اليوتيوب. بس عشان زي ما قلت لك نظافه عمل الليكويد هي البرايورتي في النهايه، عشان كده مهتم شو عملت الريل ده مخصوص، مهتم انك تشوف الاطعمه بتاعته وتجربها، ونبقى نتخانق انا وانت بقى براحتنا في ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبك، طالما حطينا الاولويه للتصنيع نفسه. لو جربت انا مستني رايك هنا في الكومنتس، ولو لسه شوف فيديو اليوتيوب جربه وبرضه مستني رايك بعدها. سلام.